فيديو النهارده هشرح معاكم الجراف، وده الجزء التاني من سلسلة احتراف لايت موشن. بس قبل ما نبدأ أحب أشكركم لأننا وصلنا أكتر من 300 متابع، ولو أنت مش مشترك اشترك علشان نوصل 1000 متابع في أقرب وقت. وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. أول حاجة هنشرحها إيه هي الجراف وإيه فايدتها. أول حاجة الجراف دي اللي بتتحكم في السرعة ما بين الكي فريم الأول وما بين الكي فريم التاني زي ما هنشوف دلوقتي كده. أول حاجة هنيجي على التحريك ونضيف كي فريم، نيجي بعدها ونضيف كي فريم تانية نخليها في الآخر. بعدها ندخل على منطقة الجاف. أول حاجة عندنا اللي هي النقطتين البيض دول، النقطتين دول هنحرك منهم. وتاني حاجة عندنا هو الخط الأخضر ده. الخط الأخضر ده كل ما بيكون لفوق، يعني مثلا المنحنى كده طلع من في الأول تحت وهو طالع 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 لفوق، كل ما بيكون لفوق كل ما السرعة بتكون أزيد. يعني احنا لو جينا نشغل دلوقتي هنلاقي السرعة في الأول بطيئة وبعدين هتبقى سريعة كده. ثانية عشان أوضحها لكم أكتر كده. تمام. لو جينا غيرنا الجراف، مثلا خلينا دي تحت وخلينا دي فوق كده، هتبقى في الأول سريعة وبعدها بطيء كده. لو جينا عملنا الجراف ده، هو جاهز أصلا عامة الجراف ده هيكون سلس كده. وفي عندنا جميع أنواع الجراف جاهزة. في عندنا جراف جاهزة زي دول، ده وده. وفي عندنا مثلا الجراف ده، وفي عندنا الجراف ده، وفي عندنا الجراف ده. وجميع أنواع الجراف اللي أنا بستخدمها هسيبها لكم في آخر الفيديو. دي أول حاجة. تاني حاجة، لو احنا مثلا عملنا شكل جراف معين زي ده مثلا وحابين إن احنا ننسخه، نيجي هنا ونضغط على التلات نقط دول ونعمله نسخ، ونيجي على اللقطة اللي احنا عايزين نلصقه فيها ونيجي هنا ونعمل برضو كي فريم وندوس هنا والتلات نقط وندوس لصق بس. وفي عندنا أنواع تانية من الجراف دي بس انت مش هتستخدمها كتير. وعندنا برضو الأشكال دي، وعندنا الأشكال دي، وعندنا برضو دي في الجراف دي